يغضب لمجرد إعادة النظر والبحث في قضية مثلا عائشة. طبعا تعلمون لم يفعل هذا ولم يفعله غيرنا بحمد الله، وجدنا أنفسنا مسبوقين بعشرات الباحثين بحث الموضوع بفضل الله، وأكثرهم غير متهم على دينه وعلى أمته وعلى نبيه وحب نبيه بفضل الله تبارك وتعالى. والله قرأت قبل أيام لأول مرة لعلامة التاريخ المصري، العلامة المؤرخ العملاق حسين مؤنس رحمة الله عليه، الذي كتب كتبا وترجم ب8 لغات لأنه كان علامة مجتهدا في التاريخ، يكتب في كتابه تنقية مصادر الإسلام التاريخية، يكتب يعني متسائلا بمرار المسكين العلامة الكبير مؤرخ الإسلام. لماذا قال ولصالح من تسوق روايات ويصر على صحتها أن النبي تزوج عائشة بنت 6 أو 7 أو دخل بها بعد ذلك يقول ودخل بها وهي بنت 9، يقول على كل حال لا تزال طفلة صغيرة. قال لصالح من؟ قال لكن نحن مؤرخي منصوب على الاختصاص، لكن نحن مؤرخي الإسلام الثقات يشير إلى نفسه وإلى جماعة أثبتنا وبرهنا أنها كانت لا تقل عن 19 سنة. حاولت أن أبحث، أنا قرأت له الكثير بفضل الله هذا الرجل، لم أجد أين، لكن بعد ذلك عثرت على أنباء أن هذا أثار بعض علماء الأزهر وسخطوا على الشيخ حسين مؤنس، الدكتور حسين مؤنس، ويصلح أن يسمى شيخا لأنه رجل إسلامي يا جماعة محب للإسلام ولتاريخ الإسلام وغيور جدا رحمة الله عليه، وهو صاحب المشروع الضخم الذي أنجز لأول مرة في تاريخ ثقافتنا الجغرافية التاريخية أطلس تاريخ الإسلام. هو المدير المسؤول المشرف عليه رحمة الله عليه رحمة واسعة، أضخم عمل علمي في بابه. حسين مؤنس غضبوا عليه غضبة أزهرية لا أقول مضرية. لماذا يفتح هذا الموضوع؟ كل عندهم محرمات، قفل. تفكروا حالنا بنعيش في عصر الوصاية. الآن في عصر الإنترنت يا جماعة أصغر واحد غربي أو شرقي يستطيع أن يواجهك بكل النصوص اللي عندك ومصورة PDF من الإنترنت، يقول لك هذا البخاري وهذا مسلم وهذا أحمد، وترون هذا القس القبط المصري زكريا يفعل هذا مصورا، يقول لك هذا في صحيح مسلم صفحة كذا حديث كذا، ما في، ما عاد يقول لي قفل ما تقولش ولا تحدث بها أهل البدع، مش كلام انتهى، هذا العصر انتهى، انتبهوا. لكن بعض المشايخ يعيش في العصور يظن أنه يمكن أن تخفى المعلومات. أسلوب صبياني، أسلوب نعامي، أسلوب النعامة يعني تدفن رأسها في الرمال، وإن كانت هذه أسطورة أيضا على كل حال، لكن يمثل بها. فبعض الناس غضب منا ومن غيرنا. لماذا يفتح هذا الموضوع؟ لماذا يقال لا النبي تزوج وهي 9 سنوات؟ ليرضى من يرضى. أنا أقول لك مثل هذا الإنسان الذي يأخذ الموضوع بهذا الاستخفاف هو لا يهمه أن يكفر الناس بمحمد أو يؤمنوا به، لا يحمل هم أصلا لا خلاص البشرية ولا خلاص أمتي. أنا سأكون مقتنعا بهذا القول. للأسف لو كان يحمل في حين أخ حبيب ذكي أعجبني هذا المقال منه، قال لي والله أنا أقول لك شيئا، والله لو أنا وقفت على برهان واحد مضعضع يثبت أن عائشة لم تكن بنت 9 سنوات، كانت بنت 20 مثلا، مضعضع، لتظاهرت بقبوله والتبشير به، لأنني أعلم أن هذا يخدم قضية ديني وقضية دعوتي. قلت له كلامك في منتهى الذكاء وفي منتهى الحكمة، هذا رجل أوتي الحكمة، لكن ذاك أوتي التعصب مع إخلاصه ربما وحبه للنبي، بس متعصب. تسألهم طيب هل وقفتم على أدلة من قال بأنها لم تكن بنت 9؟ هل قرأتموها؟ لا. نعارضها. طب لماذا؟ ولم تقرأوها؟ يقول لك لا، لن نقرأها وسنعارضها دون أن نقرأها. مثل هذه الأمة تبشر بخير، تبشر بنهضة، تبشر بحركة، تبشر بدمار، بمزيد من القتل والتذبيح والتكفير والإرهاب يا جماعة. مثل هذه العقول المغلقة، العقول الصدئة الرثة مخيفة، هذه حق لنا نحن المسلمين والإسلاميين أن نخاف منها، أقسم بالله، وأن نحذر منها. مخيفة جدا جدا جدا، لا تبشر بأدنى خير. هذه عقول مرعبة أيها الإخوة. فالمسألة أيها الإخوة هي مسألة كيف نفهم النص وكيف نتحدث باسم النص. شيخ المفسرين في وقته